السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد وحلقة استثنائية وخاصة مع أحد المؤسسين لمجموعة جمعيات رائدات ورواد دار الشباب بدرب غلف، الأستاذ عمر كنان. مرحبا سي عمر. السلام عليكم وعليكم السلام. وشكرا على هذه المقدمة الجميلة الطيبة، وشرف أنك تستضيفني في القناة ديالك الشهيرة اللي كنتبعوها ماشي غير حنا في المغرب ولكن جميع الجالية المغربية في الخارج، وحتى ناس أخرين اللي ماشي من. وكنحيي هذه القناة هذه اللي كتعطي واحد الاشعاع الانشطه والاعمال والرواد اللي كيعيشوا في درب غلف ككل. شكرا سي مصطفى. مرحبا مرحبا. سي عمر، كي جات الفكره ديال تاسيس هاد المجموعه هذه؟ هو في البدايه سي مصطفى، انا ابن دار الشباب درب غلف، كنت تقريبا في 76 وانا طفل تحضيري، وداوني الوالدين ديالي لدار الشباب درب غلاف، ودخلت لدرب غلاف ونشطت فيها حتى للشباب ديالي، حتى الكهوله ديالي، حتى غادرناها بحكم الضغط ديال العمل. نعم. وهذا المسار كامل ضروري كيبقى في المخيله ديالنا ولا انا ديالي شخصيا، هذوك الذكريات الجميله اللي عشناها في دار الشباب درب غلف. دار الشباب درب غلف واحد الوقت كانت بحال واحد المنزل، هي دار، هذاك الاسم ديال دار جميل، معلمه. كانت المنزل الثاني. كان واحد المنزل الثاني لواحد العادات ديال الاطفال وديال الشباب، اننا كنخرجوا من المنزل ديالنا وكنخرجوا من المدرسه ديالنا. فكان عندنا ذاك المتنفس ديال دار الشباب درب غلاف، كنا كنمشيو ليه وكنعيشوا فيه واحد العدد ديال الانشطه والدعم المدرسي لا الرياضي الى اخره من الطفوله ديالي الى كبرت. فهاد الزخم سي مصطفى بقى عندي في الذاكره ديالي. وبحكم ان دازت سنين على الابتعاد ديالنا على الميدان التربوي ودار الشباب درب غلاف، فبقات عندنا الفكره ديال اننا نتلاقاو مع هذوك الناس اللي كانوا ساهموا في التنشئه ديالنا التربويه والاجتماعيه ورباونا والفكريه، نقول لهم شكرا وراه احنا ممنونين لكم ان نقدتوا واحد العدد كبير ديال الشباب من الشارع وديال الاطفال من الشارع، ووجهتونا توجيه تربوي صحيح وكاننا ابناء ديالكم. نعم. وهذا الرجال هادو كانوا حقيقه عندهم ما نسميه بالوطنيه الحقه. هاد الناس كانوا متطوعين. واحد منهم سي مصطفى، واحد منهم سي مصطفى، شكرا. هاد الناس هادو اللي كان الهدف ديالهم هو انهم ينقذوا هذوك الوليدات وما يخليهمش يطيحوا في آفة الانحراف. فعلا سي مصطفى كان عندنا حب الانتماء. الانتماء ملي كتكون درب غلاف ما كتبغيش شي حاجه تلطخ الصوره ديال الحي او ديال دار الشباب درب غلاف، كتكون سفير لهذاك الحي. ملي كنمشيو نخيموا في الوالديه في واحد الوقت ولا كنخيموا في تماريس وكيجيو شباب من مناطق اخرى من المغرب، وكتبغي دائما تكون فخور بحال درب غلف، ما تقومش باعمال مشينه كتشوه الحي. كتضربنا كيف كنقولوا حنا بالعربيه، كتضربك النفس على الحي ديالك انك ما تسمع عليه الا الخير. وكنت جيت واحد السفريه عندي لمدينه ازو، حدا مدينه إفران، وتلاقيت مع الاخوه عبد الصمد اللوزي والسي حسن مريقه، هادو رواد تاهم ديال دار الشباب درب غلف، واحد كيسكن في المكناس والاخر السي مريقه في ازرو بحكم المهنه ديالو ازرو. واتصلت بهم في واحد اللقاء تقريبا لم يدوم اكثر من نصف ساعه. وجلسنا في ازرو، وبحكم ازرو فيها واحد الحموله تربويه، لان الاخوه اللي نشطوا في العمل الجمعوي كيعرفوا ازرو وبن سميم وراس الماء، هادو مخيمات صيفيه. دونك كتشكل لنا حنا واحد الرابط ديال الذكرى نوستالجيا بواحد الحقبه تاريخيه عشناها. وبركنا وبست لسي حسن مريقه الراس ديالو وقلت له ودي سي حسن راه شكرا عندكم، راه كبرنا قربنا 60 سنه ولكن كبرنا عندكم اطفال وبغيت نقول لكم شكرا. وجبنا اسماء ديال الناس اللي كانوا في هذيك الحقبه في دار الشباب درب غلاف. وبغينا شي رابط يجمعنا، بغينا شي رابط يجي يجمعنا. قلت له السي حسن حنا دابا ثلاثه، انا كنعرف ديال الاخوه الرواد والرائدات، وانت كتعرف بركه ديال الرواد والرائدات، السي عبد الصمد اللوزي كيعرف واحد البركه. غنديروا واحد المجموعه في واتساب، غنديروا مجموعه في واحد الفضاء اخضر ونحاولوا ندخلوا الاخوه غير يتسامحوا
ونعرفوا الارقام ديالهم، ونعرفوا الوضع الاجتماعي ديالهم، ونشكروا بعضياتنا ونتفكروا الايام الجميله والذكريات الجميله. هنا جات الفكره من مدينه ازرو ونشأناها. فاذا بنا في اسبوع واحد كنوصلوا تقريبا ما يفوق 120 عضو كيلتحق، وكنتقاسموا هذوك الصور في الواتساب ديال حقبه التخييم، حقبه دار الشباب درب غلاف، كنتقاسموا الاغاني والاناشيد اللي كنا كتزول في هذاك الوقت، وكاننا درنا واحد السفر عبر الزمن. واحد الحنين جميل، وكنتفكروا هذوك الوجوه الجميله اللي حنا ممنون لها في التربيه ديالنا داخل دار الشباب درب غلاف والفضاء ديال درب غلاف عموما. نعم السي عمر. نعم السي عمر، بعد ما جات هذه الفكره هذه وتطورات يعني في واحد الوقت وجيز انها بدات كتحمل في الصفحه ديالها واحد المجموعه ديال الرجال اللي بصموا البصمه ديالهم في دار الشباب بدرب غلف ونساء كذلك. نعم، فقررتوا انكم تعملوا واحد اللقاء اللي هو غادي يكون ان شاء الله واحد الجمع، انكم تجتمعوا بهاد الناس هادو، هاد الاخوه هادو والاخوات بدار الشباب بالمقر ديال السوسيو اجتماعي او سوسيو تربوي بدرب غلف. بغينا نعرفوا اشنا هي الاهداف ديال هذه المجموعه هذه. اهداف بسيطه سلك رحيم. نعم. تقاسم الذكريات الجميله، شكر للرواد والرائدات الاوائل. نعم. وبغيت نذكر الى سمحتي واحد النافذه سي مصطفى، بغيت نهضر على الرواد الاوائل في دار الشباب درب غلف. كانت دار الشباب درب غلف عندها سور واحد. نعم. كيحيط بها كامله. نعم. لم تكن هناك اسوار. نعم. بين الفضاء الجمعوي التربوي والفضاء الرياضي ديال كرة القدم أو فضاء كرة السلة أو فضاء النادي النسبي. كانت دار الشباب دارا واحدة مفتوحة، وهذا كان كيعطينا واحد مفتوحة، وكان عندنا واحد الإحساس أنك بمجرد ما كتدخل من الباب الكبير، كنقول حنا الباب الكبير ديال دار الشباب، فدار الشباب كاملة مفتوحة لك بقاعاتها والرياضية ولا التربوية إلى آخره. وكان عندنا في السبعينات، في أواخر السبعينات، أنا طفل كان نادي الطفل. ما كانوش الجمعيات ديك الساعه، بقى فكره الجمعيات قليله، ربما كانت لها رئيس كجمعيه مسرحيه تجربه مع الاخ سوغو الله يرحمه. نعم. مع الاخ سوقه الله يرحمه الى اخره. وكنتي ملي كتمشي انت لدار الشباب درب غلاف كتمشي للاداره، كيستقبلوك الاخوه في الاداره ويعطيوك بطاقه ب2 دراهم ولا درهم وتصويره، ويفتح لك المجال باكمله. داخل دار الشباب درب غلاف. نعم. كتدخل هذاك المؤطر اللي كيشدك في النادي التربوي، كتلقاه هو فعلا اللي كيديك كرة اليد عند الرابطه، هو اللي كيديك كرة القدم، هو اللي كيديك كرة السله، هو اللي كيديك يراجع معاك الدروس ديالك ديال الدعم، هو اللي كيديك المسيطه، هو اللي كيديك كرة طاوله البين بون، هو اللي كيديك المعمل. شوف سبحان الله، راه كان معمل ديال الحديد تما. نعم. وديال النجاره كان كذلك ديال النجاره اللي كان الحاج جلال الله يرحمه هو اللي قبل ما تجي الفكره ديال التكوين المهني. دار الشباب كانت عندها هذه الارضيه، وكان محو الاميه، وكان الفضاء مفتوح للجميع، كان تربويا رياضي. انا ما بغيتش نذكر الاسماء هذا باش ما نعقش الافضليه لشخص على شخص. ولكن كان نادي التربوي نذكروا بالاسم ديالو لانه هو كان واحد المشتل بيبينيير، المشتل الاولي. المسار التربوي، ثقافه التربويه اللي انتشرت ولا زالت منتشره شباب درب غلف، كتعتبر مرجع. لما كنرجعوا لها كنقارنوا بها الحقب اللي جات من بعد. نعم. السي عمر، الوقت كيداهمنا، فغادي نخلي لك كلمه اخيره. الكلمه الاخيره اللي بغيت نقول للاخوه والاخوات، هو اللقاء اللي بغينا نديرو الاخوه يوم السبت هو لقاء اولي. بادره من الاخوه بغاو يتلاقاو بالاجساد ديالهم، يتعانقوا ويتسالموا ويتسامحوا الى اخره. ما عندوش هدف تاسيس جمعيه معينه او تشكيل واحد المجموعه ضغط على العمل الجماعي، او عندنا اهداف سياسيه او حزبيه. او هذا لقاء كيف قلت تواصلي فيه صله رحم، كيف كيقول السي مريقه حسن، صله الرحم والمحبه، تقاسم الذكريات القديمه والامتنان، الاعتراف بالامتنان والشكر لجميع الرواد لا في المجال الرياضي
المسرحي، التربوي، التخييمي، الاعمال اليدويه، الورشات، محو الاميه، كنقولوا لهم شكرا، اثرتونا، كبرتونا، كنتوا البيت الثاني لينا، شكرا لكم كاملين. العفو السي عمر. إذا مستمعي الكرام، فما بقى لنا إلا أن نودعكم وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله وضيف جديد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مصطفى الزطاطي الإدريسي من الديار الأسترالية.